أن نكون صادقين صرحاء. الدفاع والإنكار لن يفيد الأمة في شيء، بل ستزداد هبوطا. نحن في ذيل العالم اقتصاديا وعلميا وسياسيا وسلوكيا. يجب أن نعلم وأن ندرك هذا. إذا كنا لا ندرك هذا فنحن لا نستحق الحياة. يجب علينا أن نقف ونراجع نصوصنا. لا نقدس بشر. كل النصوص تراجع، حتى صحيح البخاري، صحيح مسلم. هذه الكتب لو علمت يا سيدي حقيقة هذه الكتب التي يستخدم أحاديثها داعش والأخوان وبوكو حرام في عملياتهم الدموية، للأسف بخاري ومسلم كتابين غير موجودين. يعني بمعنى أن لا يوجد كتاب اسمه صحيح البخاري، لا يوجد كتاب اسمه صحيح مسلم. محمد عبد الله البخاري من بخارى خراسان الكبرى اللي هي اوزبكستان حاليا لم يكتب كتاب اسمه صحيح البخاري، والا كان بين ايدينا مخطوطه اسمها صحيح البخاري. هو حسب كتب اوزبكستان ما تقول كان كفيفا ومات، عاش كفيفا ومات كفيفا. كان لا يجيد العربيه. كيف سيفحص ويمحص 600,000 حديث في خلال 3 سنوات أو 4 سنوات كما قال التاريخ؟ هذا كلام لا يعقله إنسان. عظيم. وصلت الفكرة. لو كان هناك كتاب صحيح البخاري أين المخطوطة؟ طيب وصلت الفكرة. صحيح مسلم، معلش نقطة صحيح مسلم. أبو حسين مسلم النيسابوري من نيسابور إيران لا يجيد العربية. أين هي مخطوطة صحيح مسلم؟ نحن نكذب على أنفسنا. ووضعنا شريعة غير الشريعة. طيب دكتور